وفي اليوم الثالث الخميس 25 فبراير آخر يوم ستصرف مرتبات الشهر الجاري للعاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة العاب دودو. يلا بينا مع فيديو جديد، يلا بينا. بسم الله. فيديو النهاردة ان شاء الله بيتكلم عن صرف مرتبات شهر فبراير 2021. الموقع مصراوي. كتب مصطفى عيد: من المقرر أن تصرف وزارة المالية مرتبات شهر فبراير الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء 23 فبراير، من بداية بكرة، هيبدأ من بكرة إن شاء الله، وحتى الخميس 25 فبراير، 3 أيام، بكرة وبعده 3 4 خميس الجايين 23 و24 و25 فبراير، على أن يتم تقسيم الوزارات والجهات المختلفة على الأيام الثلاثة بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان سابق. وتقسم وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 على 3 أيام مراعاة لعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM في يوم واحد لصرف هذه المرتبات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد. خلي بالكم الكمامة والجوانتيات. ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، وتتضمن وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة والبترول. كما يشمل صرف المرتبات يوم الثلاثاء 23 فبراير الجهات التابعة لهذه الوزارات من مصالح، هيئات عامة خدمية، اقتصادية، مديريات الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة والإسكان والمرافق. وتتضمن الجهات التي ستصرف مرتبات عامليها يوم 23 فبراير أيضا: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب. وفي اليوم التالي الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري، اليوم اللي بعديه، سيتم صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة، تتضمن وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، الجهات التابعة لها، دواوين عموم المحافظات، مديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات. كما سيتم يوم 24 فبراير صرف المرتبات للعاملين بالقضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وفي اليوم الثالث الخميس 25 فبراير آخر يوم ستصرف مرتبات الشهر الجاري للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى، وتتضمن وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، الجهات التابعة لهذه الوزارات، كذلك مديريات التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات. كما ستصرف المرتبات يوم 25 فبراير الخميس للعاملين بمشيخة الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين. وكده ده كان الفيديو بتاع مرتبات شهر فبراير 2021. هيبدأ إن شاء الله من بكرة الثلاثاء 23 فبراير لغاية الخميس 25 فبراير، الثلاثاء 23 فبراير، الأربعاء 24 فبراير، الخميس 25 فبراير، 3 أيام، بكرة وبعده إن شاء الله. ما تنسوش إن شاء الله تعملوا لنا لايك، شير، سبسكرايب، وما تنسوش الكمامة والجوانتيات عشان بس العدوى، وربنا يعافينا يا رب إن شاء الله، وربنا يسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله.